السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في الغواية. أحلى مسا عليكم يا جدعان، وأجدع مسا على كل راجل جدع بيكتب لنا كلمة حلوة من جوه مصر من بره مصر. طبعا حابب أشكر كل الناس اللي اطمنت علينا. الحمد لله إن أنا دلوقتي يعني بقيت أحسن من الأول. عندي عملية والله أعلم هعملها إمتى. ما تنساش طبعا اللايك والتعليق، ويا ريت يعني ما تنساناش في الدعاء إن أنت تدعي لنا إن ربنا يشفينا. طبعا أنا طالع أعمل لك الفيديو ده. واحد قال لي انا راجل مبتدئ حمام، عايز اعرف ايه هي الانواع اللي انا ابتدي بيها. يبقى الفيديو النهارده بعنوان الانواع اللي انا كغاوي مبتدئ ابتدي بيها. مش انا كنت راجل غاوي وبطلت وراجع للحمام، لا انا راجل لسه ما اعرفش اي حاجه في الحمام وعايز ابتدي. وفي فرق ان انا عايز ابتدي حمام، وفي فرق ان انا ابتدي انش. يعني ايه؟ يعني انا ابتدي ان انا اجيب زغاليل انشها، انما ان انا عايز ابتدي اجيب حمام افرخه او اربيه او اتعلم فيه الغيه، فده هنجيب الحمام البلدي. ولو انا عايز اجيب حمام انتاج هجيب الحمام اللاحم. ان انا لو عايز اجيب حمام هنش، اذا كنت عايز انش بلكونه، اذا كنت عايز انش على حيطه، اذا كنت عايز انش على غيه، وانا لسه راجل على الله او اول مره اجيب حمام، فالانواع اللي انا هبتدي بيها هو اول نوع معانا النوع الشامي. النوع الشامي ايه هو الحمام الشامي؟ للناس اللي ما يعرفش، الحمام الشامي كتير قوي، سلالات كتيره منهم الشقلباز. يعني انا اول ما اجي ابتدي اجيب حمام اجيب الشقلباز. طب اجيب انهي لون في الشقلباز؟ في الشقلباز الابيض، في الشقلباز الاكول، في الاحمر، في الكموني، في الاسود، في العنبري، في الهندي، في شقلباظيات كتيره جدا، مرقعات حمر، مرقعات كول. اعر حاجه، يعني ايه اعر حاجه عن الحمامه اللي ذكائها قليل جدا؟ هي الحمامه الصفراء اللي هو الحلب الاكول او الشقلباز الاكول. ده الحمام اللي بتبقى نسبه ذكائه قليله. حتى في الكول كشاك، حتى في الكشاك الاصفر كشك او الاكول كشك ذكائه محدود. انما الابيض شقلباز، الاحمر شقلباز. مش معنى كده ان الكول عرر، لا، انا عندي اكول شقلباز بطل، بس احنا بنتكلم عامه. انا اول ما اجيب شقلباظيات. طب ليه الشقلباز؟ الشقلباز جهده قليل، مش هيخوفك ومش هيزعلك. واحد هيقول لي طب في ناس قالت ابتدي بالجريزلي. لا، الجريزلي لو انت ابتديت بيه الزغلول الجريزلي حرك، بيحب يقوم يطير ويجري، فانت كغاوي مبتدئ هتخاف لما تلاقي الزغلول. انما الشقلباز كبير ويروح يركن على البيت اللي قدامك، يجي لك يقوم يطلع العرق يهوي نفسه في العالي وينزل يحط على الغيه او يحط على عماره وينقل لك. وكده بتبتدي ان انت تعرف ان انت تدشر عليه. حتى لو جبت جريزلات او جمعيات بعد كده، اول حاجه تفكر ان انت تدخلها الغيه كراجل مبتدئ، عشان انا عارف ان في ناس بتستنى الغلطه هو الشقلباز. انما انت كنت راجل غاوي وبطلت، او عايز تعمل طريحه زغاليل، هات بقى مسود، هات بنفسجي، وبعد كده يعني فاهمني، نتكلم في الموضوع ده بعدين. انما مبتدئ هتجيب شقلباز. طب انا مثلا الشقلباز ما بحبوش او ما بحبش شكله او شرابه تقيل، فانا بحس ان طيرانه بطيء، ودي ميزه فيه. احنا كغوايه حمام لما بنيجي نحطط حمام لازم يبقى عندنا شقلباز بنحدفه بياخد دوره ويحط او يلعب ويوطي الحمام بتاعنا. طيب في ايه تاني ممكن تجيبه من هو نفس البيت ما خرجناش بره؟ حمامه قويه، حمامه جدعه، حمامه ذكيه، هي الانجليزي. الانجليزي اذا كان احمر، عايز برضه اوريكم الحمام يا جدعان عشان برضه الناس ايه. طبعا احنا لسه محمين الحمام، لسه محمين الحمام. ده الانجليزي، ده الانجليزي الاحمر، ده الانجليزي الاحمر. في منه الاسود، في منه الاكول، في منه الكموني، في منه الازرق. طبعا الانجليزه عتره جدا وحمامه ناصحه وحمامه برضه بتطير حلو، وفي نفس الوقت هي من بيت الشامي، بالتالي هي بتلعب. في منهم بيلعب وفي منهم ما بيلعبش، بس برضه مش الحمامه اللي هتخضك وتاخد بعضيها وتجري زي الجمعيه والجريزلي. يبقى انا كده قلت لك على نوعين من بيت الشامي، الانجليزي والشقلباز. الانجليزي بجميع الوانه والشقلباز بجميع الوانه. طب انا ما بحبش الانجليزه، ما بحبش الشقلباظيات عشان بتلعب. نخش على نفس البيت اللي هو بيت الشامي بس حاجه تانيه.
وهي العبسي، الكركندي، الحلب الاحمر، الحلب الاكول. والكركندي في منه الكركندي الرايق وفي منه الكركندي الازرق. فانا عندي حلب احمر، حلب اكول، في عبس كموني وعبس الاسود، في كركندي ازرق وفي كركندي رايق. يبقى انا عندي 6 انواع. طبعا بيختلف الكركندي، في منه ببورنيطه وشراب، في منه حافي واقرع من غير بورنيطه، في منه اللي بمحبس، في منه اللي من غير محبس. كل الكلام ده في تقليب الكركندي هتلاقي فيديو انا عامله لك، وفيديو عن تقليب الحلب وانا عامله لك. طبعا يا رجاله زي ما احنا اتفقنا على 3 انواع اهم في بيت الشامي: الشقلباز، الحلبيات والكركنديات والعبايسه والانجلايزه. طيب انا بقى في برضو الباكستاني. حمامه بتتميز بنصاحتها، حمامه ناصحه جدا، حمامه من الحمامه اللي بتركب العالي وبتنجم، وحمامه في نفس الوقت ما بتاخدش سكه وبتمشي الا لما صاحبها بيديها امر. انما الجريزلي والجمعيه من عادتهم ان هي حمامه بتحب المشي والدفع. طيب ايه النوع بعد كده بقى اللي نخش عليه؟ هتخش بقى على نوع الجمعيات: الحماريات، الزرق جمعيات، المفصصات، السلفرات، الكريمي، الرشائيات الباي، بيت الجمعيه عامه كله. وتخش بقى على الجريزلات، خش بقى على الاسترالي اللي هو التلتين والتلت وابو وش وابو سحنه. ده بالنسبه للحمام. وبالنسبه بقى ده لما تعمل شويه تبتدي ان انت تلون. وطبعا ما ننساش الكشاك برضه حمامه حلوه جدا، منها الامري، منها الاسطنبولي، الرشائي، العنبري، الهنكري، اللهم صل على النبي، الاحمر، الاسود، البنيدي، الاسطنبولي. كذا نوع كشك، في منهم البني، في منهم اللي هو عامل زي الاشربنادي، في اللجلخ، في كذا نوع من الكشاك. والكشاك حلوه جدا في النش، وحمامه برضه في نفس الوقت ناصحه. بعد كده بقى بتخش على بيت الوزار. وطبعا بيت الوزار كتير بقى: طقطق، حمر، وزار، مرقعات، مساويد، عنبره، سمر، رواحنا، زرق، قطيفه، البولي بجميع انواعها بقى، قبل اسود، الاخضر، السكروطه، البنفسجي، كل البولي. طبعا في برضه الحمام الشخشولي. والحمام الشخشولي انا كمحمد بعتبره حمام زينه زيه زي القرباش، حمامه ما بيعتمدش عليها في نش، حمامه شكلها حلو على العرق لكن ما بتزدقش الا كل مثلا 100 فرد. فطبعا ده تخلي بالك منه. اظن انا قدرت افيدك، قدرت اقول لك على انواع مميزه جدا تبتدي بيها انت كغاوي وتطلع تدريجيا فيها. يا رب يكون الفيديو مطولش عليكم، ويا رب اكون قدرت افيدك وقدرت اوصل لك المعلومه. احلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.